السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل طريقة الكحك بطريقة بسيطة وهيطلع ناعم وجميل زي المحلات وأحلى، وهيبقى هش وخفيف وجميل جدا. هنشوفه مع بعض وهنشوف المقادير نعملها ازاي. هنحتاج لكيلو دي، انا هعمل كيلو دي، هنحتاج لكيلو دي نص كيلو سمنة. نص كيلو سمنة. طبعا هتكون دقيق نوعه كويس، وكمان نوع السمنة تبقى كويسة. نوع السمنة والدقيق هو اللي بيديك نتيجة للكحك حلوة. وهنحتاج معلقة خميرة ومعلقة سكر ونص معلقة محلب او ريحة الكحك برضو براحتك، وبرضو معلقتين سمسم هنحمصهم، وكمان نص معلقة بيكنج باودر. وهحط برضو معلقة سمنة على اللي هي العجوة لو كنت عايزة تحشيه، لو مش عايزاه سادة. وبرضو هحط معلقة سمنة على الملبن، وهنهرسه طبعا مع بعض كده، طبعا بايدك بالمعلقة. المهم ان احنا ندخل السمنة في العجوة عشان تبقى طرية وحلوة ما تحجرش في الكحك. والملبن برضو بنفس الطريقة هخلط معاه سمسم. عايزة تحطي مكسرات حطي براحتك. جبت الدقيق وهحط عليه معلقتين السمسم اللي احنا حمصناهم بالطريقة دي. وكمان حطيت المحلب، وهحط برضو ذرة ملح ما ننساهاش، لازم ذرة الملح ربع معلقة ملح كده هنحطها. وهحط برضو البيكنج باودر. كل المقادير راح احطها على بعض. بعد كده هنسخن السمنة، هنخليها لغاية ما تيجي تغلي الطريقة دي. ودي كمان حطيت الملح، حطينا كل المكونات الجافة. وكمان راح اسخن اللي هي السمنة، هنخليها تغلي لغاية ما تيجي تغلي كده، ورايحين نحطها عليها. هنفسح الدقيق كده، هنعمل حفرة في نص الطبق، وهنمسك السمنة بالطريقة دي بتغلي. طبعا لازم يكون معلقة خشب عشان تقلبي بسرعة فيها. لازم ندخل كده كل الدقيق مع السمنة. طبعا انا بعملها بالسمنة المقدوح، بتخليها ليها طعم حلو، وكمان بيعيش اكتر، تبقى جميلة جدا زي المحلات واحلى. هدخل كل السمنة في الدقيق طبعا مع نكهة السمسم مع المحلب، كله ده بيعمل طعم حلو. وكمان هنسيبه يبرد شوية عشان برضو نبسه بايدينا، بس يكون يبرد شوية عشان نقدر نحط ايدينا فيها نعمل الخميرة. هحط مع ربع كوباية مية مع اللي هي معلقة سكر الكبيرة، وهنحط معلقة الخميرة الكبيرة، واحط عليها كمان 3-4 معالق دقيق. لو عايزاها بس من غير دقيق اعمليها براحتك، لكن انا هحط فيها دقيق. بعد ما غطيتها راح هحطها واحط فيها كمان دقيق. الطريقة دي هحط فيها الدقيق بتبقى جميلة. وهنركنها 5 دقايق بالظبط، مش هتكمل، عشان نلم بيها الكحك. طبعا نسيبها لغاية تكون بردت هي الكحك، ورايحين نبس كل مقادير الكحك ببعض بايدينا. نقلبها كويس عشان الخميرة والدقيق كده تتمتزج مع بعض. وهنقفلها وهنخليها جنبنا 5 دقايق. هنمسك طبعا برد العجين في بعضه، هنبسه بس مش هنعجنه بالطريقة دي بين ايدينا. طبعا عايزة تلبسي جلافز البسيه براحتك، غاسلين ايدينا كويس. يعني انا بعرف اتحكم فيه اكتر لما اكون بايديا بالطريقة دي كده. طبعا كل واحدة براحتها. لما وصل للدرجة دي هنحط تكون الخميرة اختمرت، وكمان هحطها عليها. وهحط كمان هنلم كل الخميرة، هنلم كل العجين بلم كده بس بربع كوباية لبن، لغاية توصلي له لغاية حوالي نص كوباية مش اكتر، لان اللبن هو اللي هيخليه يلم. عايزة تعمليه بمية برضو اعمليه، لكن انا عملته باللبن. نلمها لم كده بالطريقة دي اهو، مش نعجن فيها عشان ما تبقاش زي العيش وينشف مننا، عشان يطلع كده ناعم ومبسوس حلو الطريقة دي.
لميته لم كده. هناخد برضو نعمل عليها تيست كده، وناخد واحدة ونجربها، لو اتشققت تبقى هي لسه عايزة تتلم تاني. الطريقة دي اهو، نجرب كده ونعمل لها تيست. جميلة العجينة، طرية وجميلة جدا، حلوة. هنجرب برضو المنقاش فيها بحيث ان هي نشوف النقشة بتاعتها تبقى حلوة ولا لا. جربت كده النقشة طالعة جميلة بالطريقة دي. وكمان هنجيب العجوة هنسيبها تهدى كده 5 دقايق، عبال ما احنا مسافة ما احنا نعمل العجوة والملبن. طبعا الملبن احنا عملنا فيه، حطيت عليه سمسم، عايزة تحطي مكسرات حطي. هرسناه بالطريقة دي، هو طري وهيتهرس بسرعة بسهولة مع السمنة. وطبعا هنبقوا دهنين ايدينا سمنة بحيث ان احنا ما تلبكش معانا، وهي بتبقى جميلة عشان السمنة بتبقى حلوة بتتكور بسرعة. عايزة تحطي لوز، عايزة تحطي بندق، عايزة تحطي سوداني، الحاجة اللي انت ترتاحي لها. انا حطيت السمسم. هنعملها كور كده، وهعمل برضو كور من العجوة بنفس الطريقة بعد ما هرسته بمعلقة السمنة برضو، تديكي نتيجة حلوة. نعملها كده وخلاص. انا هعمل الكمية وهنركنها كمان كده حوالي 5 دقايق بحيث ان هي تبقى جامدة، بحيث ان احنا نحطها في الكحك تبقى ماسكة نفسها. معلقة السمنة دي بتخليها طرية جوه الكحكة، ما تخليش جوه الكحكة تبقى محجرة. هنعملها كده وندخلها. طبعا ريحنا العجينة حوالي 5 دقايق. طبعا تعمليه سادة، تحشيه الحاجة ان انت تحبيها، نقشة بالمنقاش، عايزة بالطباعة بتاعت الكحك، اللي تستسهليه اعمليه. انا عملته بالمنقاش. المنقاش بيديله رسمة حلوة، كمان لما بنيجي نحط فيه السكر بيتملي سكر في الفراغات بتاعت النقشة، فبيبقى ليه طعم احلى واحلى، غير الطباعة بتبقى على الوش بس. احشي من الملبن كده ونلم، طبعا طبطبتها ولمنها لم، وبعد كده نكورها تاني على طول ننقشها الطريقة دي. نركنه كده عبال ما احنا مسافة ما احنا نخلص المقدار، هنكون سخنا الفرن طبعا، وهندخله على فرن اعلى درجة 200 او 250 اعلى درجة فوق وتحت. هتحطه في الرف الاوسط الطريقة دي. وهحشي برضو العجوة، هنركنه بس حوالي يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. احنا مش هنسيبه يخمر ويعلى ولا حاجة. مسافة ما احنا نخلص اخر صاج هيكون الاولاني ارتفع شوية، هتبقى حلو جدا. على طول هنسوي. كمان هو سهل في السوى، ما بيكملش تستوي من تحت، هنشوفه مع بعض، ومن فوق يحمر برضو. طبعا درجة التحمير اللي انت عايزاها في الشواية، او تدوري المروحة بتاعت البوتيجان اللي برضو الفرن هتدي نتيجة افضل لو مولعتيش الشواية. مش عندك مروحة تولعي الشواية عليها، هتاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت وهيكون استوى. اهم حاجة ان احنا ندخله على فرن سخنة، يعني هنخليه حوالي ربع ساعة تلت ساعة يكون سخن. الطريقة دي كملت النقش بتاع العجين كله الطريقة دي، وهندخله الفرن. هنبدأ بالصاج الاولاني اللي احنا نقشناه، وده المقدار اللي طلع من كيلو الدقيق، مقدار حلو وكويس. بعد ما استوى وهو جميل جدا سيبناه، طبعا هنسيبه يبرد ويهدى شوية. سواه حلو جدا، عطى اللون الذهبي فوق وتحت. هنشوفه برضو مع بعض، وهنشوف كمان سيبه يبرد ويهدى شوية. شوف اللون، لون جميل جدا، والريحة خطيرة. طبعا انا عملته سمنة بلدي، طبعا نوع السمنة اللي انت تفضليها، بس كل ما تكون السمنة نوعها حلو كل ما تيجي نتيجة أحلى. هش وجميل وخفيف وناعم ومش بيلزق طبعا، فده شيء حلو جدا. نتيجة جميلة جميلة، مقادير مظبوطة مظبوطة. الطريقة دي اهو
كمان هنسيبه يبرد شوية، وهنا هعبيه برضو زي في اي حاجة انت عايزاها طبعا، بس لازم نسيبه يبرد. وهنحطه، حطيت كمان في العلبة محكمة كده بلاستيك، علبة برضو من الصفيح، علبة اي علبة كرتون اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة نحط اللي هي المفارش الاكياس تحتيها بالطريقة دي. ورايحين نعبي كل المقدار بتاعنا، لكن ما نحطوهوش وهو سخن، لونه حلو وجميل. وكده خلصناه. طبعا انا بحط السكر وقت التقديم، لما يتشال وهو كده احسن، وتحطي السكر وقت التقديم بس. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب تكوني استفدتي منه. كل سنة وانتم طيبين، وتجربيه ويعجبك. وان عجبك اعمليه لايك وشير واشتراك في القناة. كل عام وانتم بخير.